52 زوراء 55. زاخو ثالثا ب 52 نقطة، يواجه نفط ميسان بالمركز الثامن ب 39 نقطة. مباراة مهمة للفريقين. طاقم تحكيم اللقاء الدولي يوسف سعيد يساعده شاكر خالد، وأحمد أياد زاحم أيضا يتواجد، أو محمد أياد زاحم، وحكم الفار طبعا عصام فاضل، والحكم المساعد محمد لوي. مباراة مهمة للفريقين. إذا الدولي يوسف سعيد في الصورة. ملعب زاخو الدولي على الآخر ممتلئ كالعادة في مباريات زاخو. إذا فرسان المملكة في ضيافة أبناء الخابور. زاخو ثالث الترتيب 52 نقطة، بمواجهة ثامن الترتيب نفط ميسان ب 39 نقطة. عد التنازلي وصفرة يوسف سعيد بداية اللقاء، وإكرام الضيف نفط ميسان بالماروني على يمين الشاشة، يلعب بحسن نجم بحراسة المرمى. خط الدفاع عبد الله خلف، سواليو، الكسندر يولي، مصطفى محمد. بالوسط ماثيو، هناك ديمي داوود، محمد سلام، عثمان سانيه وعلي لطيف. بينما بالمقدمة النيجيري اوكيكي اوفولابي. هكذا يبدأ مدرب فريق نفط ميسان السيد حسين عبد الواحد. مدرب الياتا خلف لي علي عبد الجبار، بينما القطري طلال البلوشي. وزاخو بالابيض ويلعب على يسار الشاشه علي كاظم بحراسه المرمى. هناك بخط الدفاع من اليمين الى اليسار طبعا هناك رمضان صديق بالسلامه لاوكيكي اوفولابي. زاخو يلعب بعلي كاظم بحراسه المرمى. خط الدفاع رمضان صديق، البرازيلي باتريك مارسيلينو، احمد ابراهيم الاردني، ابو حشيش. هنا طلال البلوشي المدرب القطري موسم ثاني مع زاخو. في الوسط لزاخو محمد علي عبود، اللاعب الياو ادم اللاعب النيجيري. هناك ناصر محمدوه، محمود الاسود، احمد ياسين. في المقدمه البرازيلي غوستافو هنري. نشوف الان غوستافو هداف الفريق ب 16 هدف. الانطلاقه هذه المره من السنغالي داوودة، طالت الكره داوودة. هنا حسين عبد الواحد مدرب اتى خلفا لعلي عبد الجبار، هو لاعب سابق مثل زاخو كلاعب، وتغلب على زاخو بهدف عندما كان مع الشرطه مع احمد صلاح على مستوى التدريب. أول مباراة لحسين عبد الواحد. وضعية الفريق زاخو ثالث الترتيب 52 نقطة، مركز ثامن نفط ميسان ب 39 نقطة. كل يعلم زاخو قادم من خسارة من كربلاء بهدف. نفط ميسان قادم من تعادل مع فريق شمالي آخر هو نوروز، والمباراة انتهت بالاثنين. أحمد إبراهيم لاعب الخبرة يلعب الكرة بالوسط، تقطع هذه المرة. راجع الكرة أمامية من أحمد. زاخو محاولة يبعد الكرة، هذه المرة سواليو أوتارا إلى التماس على غوستافو هنريك اللاعب البرازيلي. أحمد ياسين اللاعب الدولي احترف في الدوري السويدي بالنسبة لأحمد ياسين. في الصورة هذه اللقطة بين غوستافو هنريك، 16 هدف لغوستافو، هو ثانيا بعد مين
متصدر قائمة هدافي دورينا مهند علي لاعب الشرطة ب20 هدف. يوسف سعيد حكم الدولي صاحب 38 سنة، دولي 2017، أول مباراة يديرها طبعا يوسف سعيد لزاخو هذا الموسم، 19 مباراة أدار، هاي المباراة رقم 20 للحكم الدولي يوسف سعيد. رمضان صديق تماس لزاخو، زاخو يريد أن يسجل منذ البداية إلى ركنية أخرى، ضغط من لاعبي النادي زاخو. السلامة لمصطفى محمد جبر، لاعب اللي سبق اللاعب للقوى الجوية وللزوراء. لاحظ داخل منطقة الجزاء وبالسلامة مصطفى ينتقد مع محمدو، راسية كانت أو كان مع أحمد ياسين بالسلامة. مباراة المرحلة الأولى في ميسان انتهت بالتعادل 1-1. يوم علاء سعد سجل لنفط ميسان، ولزاخو أمجد عطوان لاعب الدولي الكبير، لاعب الفنان والغياب الأبرز لزاخو لأمجد عطوان، رجل اللي قدم مستوى كبير وأعطى الإضافة لطلال البلوشي ولزاخو في هذا الموسم. غيابات زاخو أمجد عطوان، نيجيري جيبوتي، هناك جيلوان حمد، وعلى رعد بداء الحرمان. بينما غيابات نفط ميسان تتحدث عن عباس فاضل ومحمد سعيد بالإصابة. هذا محمدو عندما كان لاعبا بنفط ميسان ترى سجل على زاخو. سنتحدث عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد من حسن نجم، راجع الكرة إلى ناصر محمدو، زاخو الضغط لكن إلى حسن نجم، حارس اللي يؤدي موسم جيد. مدرب الراس طبعا لنفط ميسان خالد عطية، الرجل المدرب اللي يعمل بصمت، وسبق أن أشرف على تدريب حراس زاخو ودهوك. مدرب خالد عطية هو من جلب طبعا علي كاظم الحارس المميز لزاخو إلى زاخو أيام الكابتن حمزة هادي قبل 3 مواسم، وجلب علي كاظم من الصناعات الكهربائية. حديث عن مدرب الراس الرائع خالد عطية. السلامة لحسن نجم، أكثر من 10 مواسم. هذا جمهور زاخو. طبعا نبارك لدهوك ولإدارة دهوك وجماهير دهوك على اللقب الخليجي، بطولة أندية الخليج لأبطال الدوري، في إنجاز فريد ورائع لصقور الجبال لدهوك. زاخو هو قضاء من دهوك، ودهوك وزاخو يعني الناديين يعيشون أيام رائعة، أيام جميلة، أيام سعيدة بالنتائج بالنسبة لزاخو ودهوك. بطولة خليجية، إنجاز كبير للكرة العراقية وممثل الوطن صقور الجبال. زاخو ينافس، قطع للكرة أحمد إبراهيم قريبة إلى أوكيكي أوفولابي، يعيد الكرة مع ماتيو دلعب، حاول علي لطيف تمريرة، نفط ميسان طالت الكرة. الركنية هذا اللاعب طبعا عثمان سانيه لاعب النيجيري، 4 أهداف في عثمان سانيه، سبق اللاعب للنفط. كرة اللعب، محاولة علي لطيف، يحاول نفط ميسان وتصل لي علي كاظم. انطلاق الآن
زاخو حاول تمريره، قطع من مصطفى. عبد الله يلعب الكرة، ابعاد هذه المرة سواليو لعبد الله خلف، لاعب اللي سبق المثل الكهرباوي نفط الوسط. طالت الكرة والتماس، هذا رمضان الصديق. التماس لفريق نفط ميسان. عبد الله خلف، عالية الكرة، ابعاد من زاخو بالوسط. محمد سلام تلعب، احمد قريب، محمد علي عبود، الكسندر يولي يبعد الكرة. محمدوه راجع لمصطفى، محمد جبر الى ماتيو. ابو حشيش يبعد الكرة. نفط ميسان حاول كرة مباشرة وخطأ لزاخو. زاخو 52 نقطة، 15 انتصار، 7 على التعادل، 5 خسائر. زاخو سجل 43، لقد شباك 22، بينما نفط ميسان 39 نقطة، 11 انتصار، 6 على التعادل، 9 خسائر. سجل 31 واستقبلت شباكة 32. هو في الأماكن الدافئة بالنسبة لي نادي نفط ميسان، مركز 8. كرة اللعب، محاولة كانت من اللاعب الياو آدم، عاد الكرة. التماس الآن على اللاعب الياو آدم، لاعب نيجيري قادم من الاتحاد الليبي. بينما هنا عبد الله خلف وحسين عبد الواحد في أول مباراة رسمية مع نفط ميسان. التماس الآن، آخر فوز لزاخو على نفط ميسان كان في 2017. فارق المباراة كانت في زاخو وانتهت بهدف ليونس شكور. جيمي داوودة، علي لطيف، انطلاقة علي، نفط ميسان، المحاولة رائعة كانت من اوكيكي اوفلابي، مهاجم النيجيري اللي سبق على لاعب النفط، وهذا بصورة 6 أهداف، 2 على القرمة، 1 على نفط البصرة، وهدف على النجف، وعلى كربلاء، وعلى الكهرباء. هذا اوكيكي الله. لكن علي كاظم 10 مباريات كلين شيت، وبالمناسبة الموسم الماضي هو حطم رقم كبير، كانت 10 مباريات بشباك نظيفة على التوالي بالنسبة للحارس علي كاظم. استدعي بتشكيلة كاس آسيا الأخيرة مع أسود الرافدين. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني العراقي أسود الرافدين، تصفيات كاس العالم 2026 أمام كوريا الجنوبية والأردن. رمضان لزاخو، عالية داخل منطقة الجزاء وإلى ركلة. محاولة خطيرة كانت طريق محمود الأسود اللاعب السوري، عنده هدفين على الكرخ وعلى الزوراء. هذا حسين عبد الله دروع كلاعب كالألقاب الزوراء مع أربيل شرطة، لكن كمدرب مساعد ألقاب مع الشرطة في الفترة الأخيرة. بالنسبة لحسين عبد الواحد، مصطفى قريب عاد للكرة، أجواء رائعة، أجواء جميلة في زاخو. باتريك مارسيلينو، عالية الكرة بالوسط، تصل إلى الياو، انطلاقة من اليسار. أبو حشيش يلعب الكرة مع محمود الأسود، محاولة
ابو حشيش بعد من دفاعات نفط ميسان. هذه المره من الكسندريولي اللاعب الايفواري، اللاعب اللي سبق ان مثل الحدود والخطا هنا لاوكيكي. خطا على احمد ابراهيم. اول لقاء جمع الفريقين كان في 2013 2-1 لزاخو في زاخو. علاء الشبلي اللاعب السوري سجل يومها والبرازيلي ليوناردو، بينما اللبناني خضر سلامه هو من سجل لفريق نفط ميسان. اللقاءات ترى ما كثيره يعني يدوب تتحدث عن 14 لقاء، لكن الافضليه لنفط ميسان بثلاث انتصارات، انتصارين لزاخو، 9 حالات تعادل. علي لطيف لاعب القادم من الصناعات الكهربائيه يلعب الكره هذه المره محمد سلام، انطلاقه من هناك عثمان ساني لمصطفى، حاول بالكره ديمي داوود، قطع للكره محمد ابو حشيش اللاعب الاردني يعيد الكره لعلي كاظم. الكسندريولي حصل الكره في الوسط، ماتيو لاعب اللي سبق المثل الميناء نفط ميسان، حاول تمرير على الارض، عثمان سانيه تمريره، حاول علي لطيف، خطيره لكن القطع من باتريك مارسي. الانطلاق الان قراءة جيدة وقطع للكرة من علي لطيف، تمريرة محاولة راجعة لمصطفى محمد لعلي لطيف، خطيرة الكرة، الله رائعة كانت النيجيري اوكيكي في محاولة ثانية على مرمى علي كاظم. بدأ نفط ميسان، بدأوا فرسان المملكة. لاحظ آخر فوز لنفط ميسان على زاخو في زاخو كان في موسم 2020، ويومها سجل ناصر محمدوف مع سجاد جبار، والهدف الوحيد كان لزاخو عن طريق محمد جواد. هذا يعني ناصر محمدو الآن مع زاخو، هو سجل لنفط ميسان في 2020، إذا ما سجل اليوم لزاخو سيكون اللاعب الوحيد لمثل الفريقين وزار شباك الفريقين. طلقة من اليمين لزاخو، حاول أحمد تحضير مع رمضان، راجعة أحمد ياسين حاول يمر، تمريرة محاولة خطيرة، طالت الكرة والخطأ على اليمني محمد. خطأ للكسندريولي اللاعب الايفواري حسين عبد الواحد، اكثر ايامك كلاعب مع الزوراء والشرطه، لكن هو مثل زاخو بفتره من الفترات. الانطلاق الان محمود الاسود يحاول لزاخو، انطلاقه بعد الكره من دفاعات نفط ميسان، راجع الكره اوكيكي يمر والخطا وحره مباشره. خطا على احمد ابراهيم اللاعب الدولي السابق، 33 سنه لاحمد ابراهيم، لاعب الاربيل، اشتراك في الظفره الاماراتي، الاتفاق السعودي العربي القطري، ولعب مع القوى الجويه. كابتن زاخو وقائد المنتخب العراقي السابق. التمرير الان حاول الان ماثيو لمحمد سلام، تلعب من هناك مصطفى محمد جبر يعيد الكره، راجعه كسندريولي، علي لطيف، 4 أهداف لهذا اللاعب. علي لطيف سجل على الكرخ والقاسم وكربلاء ونفط البصره. راجعه لسواليو اوتارا، هدف وحيد على الكهرباء. هذا ديمي داوودة، 5 أهداف لديمي داوودة. انطلاق الان، مرور ممتاز، محاوله على اليمين
هجوم الان عثمان سانيه، عثمان خطيره لنفط ميسان الى ديمي داوودة جول. هدف لنفط ميسان عن طريق ديمي داوودة السنغالي، يسجل في الدقيقة 18. ديمي داوودة يصل إلى هدف السادس في دورنا، سجل هدفين على نوروز، هدف على الشرطة، على الحدود، على الكرخ، ووصلت لديمي باليمين. الله، صعبة مرت لفرسان المملكة نفط ميسان عن طريق الفنان ديمي داوودة بهدف هدف أول لديمي داوودة لنفط ميسان بمرمى زخم. فرحة طبعا السنغالي بالهدف. الآن طبعا زاخو يريد أن يعوض الهدف، أن يعدل. نفط ميسان يحاول الحفاظ على الهدف، ولم لا أن يعزز بهدف ثاني. ما بين التعديل والتعزيز ستشاهد مباراة كبيرة. رمضان صديق يلعب الكرة، الياو آدم قطع للكرة، أوكيكي تمريرة، داوودة حاول يمر، ديمي داوودة من الأسماء المميزة مع أوكيكي، مع عثمان سانيه، مع الشاب طبعا علي لطيف. هذا حسين عبد الله، محمدو عيد الكرة، راجع لي باتريك مارسيلينو، هدف وحيد للبرازيلي كان على نادي القاسم. آخر 3 مباريات لنفط ميسان جمع 7 نقاط من أصل 9، حصيلة جيدة ممتازة، يعني انتصارين كانت. فاز على نفط البصرة بهدف، وعلى الكهرباء 2-0، وتعادل مع نوروز 2-2. بينما آخر 3 مباريات لزاخو يعني فوز وحيد 3 نقاط وخسارتين. الفوز الوحيد كان على المتصدر الشرطة بال2-0 هنا في زاخو، وخسارتين، خسر من الجار طبعا دهوك، وخسر من كربلاء بهدف. أحمد إبراهيم يلعب الكرة لباتريك مارسيلينو، زاخو أمامية، طالت الكرة إلى التماس لفريق نفط ميسان. كل يعلم نفط ميسان لديه مباراة مؤجلة مع دهوك. راجع الكرة في ساحة لعب فريق نفط ميسان، محاولة قطع من سواليو أوتارا، مصطفى يلعب الكرة مع عثمان، ماثيو، عثمان سانيه، هذا داوودة، راجع الكرة للحارس علي كاظم، حارس مرمى فريق نادي زاخو. كل مباريات زاخو فيها أهداف هذا الموسم، يعني تتحدث عن المباراة رقم 14 لزاخو، الانطلاق الآن لنفط ميسان في 13 مباراة سابقة لزاخو على ملعبه، فاز 10 مرات وتعادل مرتين. زاخو فاز 10 وتعادل مرتين، كانت أمام نوروز وأمام دهوك، وخسارة وحيدة من الكهرباء ب0-1. كل مبارياته فيها أهداف، حتى التعادل، يعني التعادل بال1-1 مع نوروز، 2-2 مع دهوك. كلما يلعب زاخو على ملعبه هذا الموسم مبارياته فيها أهداف. انطلاق الآن
أوكيكي أوكيكي أوكيكي، لكن قطع للكرة وحرة مباشرة والخطأ والبطاقة الصفراء هذه المرة على النيجيري الياو آدم. حرة مباشرة، هذا أوكيكي أوفيلابي اللاعب النيجيري، أو كان 5 إلكسندريولي الإيفواري. هذا أوكيكي، هذا أوكيكي والخطأ، يعني هذا اعتار من نيجيري على نيجيري. بطاقة صفراء على الياو آدم، أول بطاقة صفراء في اللقاء. حرة مباشرة لفريق نفط ميسان. نفط ميسان في هذا المباراة يريد أن يخدم نفسه، هو 39 نقطة، وأن يقدم الخدمة للآخرين، الشرطاوي، الزورائي، الطلابي، الآخرين. لكن التركيز الأول أن يفوز مصطفى محمد جبر. الله، رائع، كان ممكن الثاني لنفط ميسان عن طريق مصطفى محمد جبر، لكن الإنقاذ حلو. علي كاظم صاحب يمنع هدف ثاني لنفط ميسان، خطيرة كانت، رايحة لكن الإنقاذ. نفط ميسان يقدم مباراة كبيرة، مباراة هجومية، مباراة رائعة، يعني تتحدث عن 25 دقيقة جيدة للعنابي، جيدة لفرسان المملكة. شوف التناغم، سوء التناغم والانسجام مع رمضان صديق. ركنية أخرى، علي لطيف من الأسماء المميزة، قدم موسم ممتاز. علي لطيف لنفط ميسان، عالية داخل منطقة الجزاء، بعد من دفاع الزاخ وراجع الكرة مرة أخرى الانطلاقة، وبالسلامة سلامة اللاعبين أولا، سلامة لأوكيكي. حسين عبد الواحد في أول اختبار، في أول مباراة أمام فريق كبير، ويعني تتحدث عن زخ، مركز ثالث 52 نقطة، شرطة أولا 56. طلال البلوشي المدرب القطري موسم ثاني ناجح مع زاخو، 65 مباراة، 32 انتصار، 13 أو 23 تعادل، وخسر 10 مرات، بحصيلة ممتازة للقطري طلال البلوشي. جماهير زاخو، طبعا زاخو النادي اللي عمره 38 سنة، تأسس عام 87، 2002 الظهور الأول، 2007 هبط، 2009 عاد، 2018 هبط، 2019 عاد أفضل مركز، كان المركز الخامس الموسم الماضي، جانب من الحضور المنصة الشرفية لملعب زاخو الدولي، يعني خامس الترتيب، أفضل مركز لزاخو في تاريخ مشاركاته. كان طبعا موسم 2011 مع السوري محمد قويض، والموسم الماضي مع طلال البلوشي أيضا كان خامس الترتيب ب 67 نقطة الموسم الماضي، خامس الترتيب بعد الشرطة، البطل والقوى الجوية والزوراء والنجف. قصة الهدف، داوودة أرضية ميسانية في الشباك الزاخولي، ما كانت قوية لكن موجهة من السنغالي الديمي داوودة.
جماهير زاخو، وبالسلامة للاعبين. و20 دقيقة. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تقدم لنفط ميسان على حساب زاخو بهدف عن طريق السنغالي ديمي داوودة. جماهير زاخو العشق ولهذا الكيان، جماهير معروفة بحبها وعشقها لكرة القدم، دائما مع جماهير دهوك ملعب فل، وحتى اربيل ونوروز. حبنا وتقديرنا لجماهيرنا ولأنديتنا في الشمال. بالسلامة، ربما سيجري تغيير. وبعض اللاعبين حسين عبد الواحد، أول مهمة، أول مباراة لهذا المدرب مع نفط ميسان، يساعد الدكتور ضياء سالم لقاد الفريق في مباراتين، فاز على الكهرباء وتعادل مع نوروز، مع خالد عطية، مع الدكتور مصطفى جاسم كمدرب اللياقة البدنية. ربما اللاعب هادي صالح، المدرب القطري طلال البلوشي، موسم ثاني مع زاخو. لاعب هادي صالح اعتقد سيشترك. احمد زامل ايضا نفط ميسان يحضر. هادي صالح كريم. اوكيكي سيترك المباراة لأحمد زامل. لاعب اللي سبق قد مثل الزوراء ومثل الميناء. غوستافو هندريك هداف الفريق لزاخو يترك المباراة لهادي صالح. جملة لنفط ميسان، قطع للكرة، الياو من هناك، أبو حشيش يلعب الكرة مع محمود الأسود. محمد أبو حشيش في محاولة لزاخو، عالية الكرة، محمد طالت على محمد إلى ركلة مرمى. هذا ناصر محمد اللاعب اليمني. إذا هداف الفريق البرازيلي غوستافو هندريك ترك المباراة لهادي صالح.
أمامية الكرة، زاخو هي الوسط، محمد علي عبود، طالت الكرة، عثمان سانيه، محمود الأسود يلعب الكرة، أصبح أحمد ياسين في المقدمة، انطلاق الآن أحمد غريب، قطع للكرة، ماثيو يا وادم، اللعب محاولة إلى التماس لزاخو، يحاول نادي زاخو أن يعدل قبل نهاية الشوط، خطيرة لكن لبعض من الكسندر يولي، يا آدم يبعد الكرة، هذا اللاعب النيجيري، تماس الآن لفريق نفط ميسان، مصطفى محمد في الوسط، علي لطيف قطع للكرة، محمود الأسود، والتماس لنادي نفط ميسان. نفط ميسان هذا الموسم خارج ملعبه 12 مباراة، كم كسب من ال 36 نقطة؟ حصل 16 وطبعا فقد 20 خارج ملعبه. ميسان هذا الموسم فاز 5 مرات، 1-0 على نفط البصره، 2-0 على الكرخ، 2-1 على القرمه والقاسم، 3-1 على كربلاء. التعادل وحيد مع المتصدر في بغداد بال3-3، وخسر 6 مرات نفط ميسان خارج ملعبه، خسر 0-1 طبعا من الزوراء، الميناء والكهرباء. داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، التسديدة راجعة لمحمد محمد علي عبود، يلعب الكرة، كرة مباشرة وخطأ لمحمد نفط ميسان 1-2 خسر من نادي القاسم، 1-3 من دياله، 1-4 من النجف. لاحظ خطأ على عبد الله خلف، حرة مباشرة لزاخو يحاول أن يعدل قبل نهاية الشوط. هذا محمد سلام، ناصر محمدو عالية بعد من أوتارا، لاعب الإيفواري. التماس الآن، أحمد ياسين يطالب بزاخو لكن القرار يبقى. الساعد الثاني أو المساعد الأول شاكر خالد. كرة بها الوسط، حاول التمرير بالخطأ، انطلاق الآن حاول ديمي داوود عادي الكرة، كرة مباشرة وخطأ لزاخو، تلعب محمود الأسود، تمريرة قريبة جدا، طالت الكرة على زاخو إلى ركلة. حاول حسن نجم حارس مرمى نفط ميسان كابتن الفريق، ماثيو، محمد سلام، علي لطيف، تمريرة، انطلاقة، طالت الكرة على صاحب الهدف هذا السنغالي ديمي داوود، لياو آدم، رمضان صديق، أمامية
في الوسط مرور ممتاز اللاعبين في بيسان. عبد الله يلعب الكرة لأحمد زامل تلعب ديمي داوودة. علي لطيف محاولة من هناك عثمان سانيه كرة. هذا عثمان سانيه كرة اللعب إلى أوكيكي حاول كرة إلى التبعس. عثمان سانيه لاعب النيجيري بالوسط. ماثيو قريب ديمي داوودة إلى ماثيو انطلاقة لدفق بيسان. من هناك عثمان سانيه ينتظر أوكيكي حاول الانطلاق الآن. محمدو تمريرة أحمد ياسين. الله 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 خطيرة كانت في قوية من أحمد ياسين. شوف باليمين مرت زاخو عن طريق أحمد ياسين كاد أن يعدل. محاولة خطيرة. دقيقة 40 يبقى التقدم لهذا اللاعب اللي معاه الكرة داوودة. كانوا يحضرون أحمد زامل لكن أوكيكي أكمل المباراة. انطلاقة الآن قراءة جيدة من عبد الله في الوسط. ماثيو أوكيكي عاد الكرة محمد سلام يعيدها لعبد الله. عبد الله بالوسط. ماثيو لاعب اللي النيجيري اللي سبق ان مثل البناء تلعب مع الكسندر يولي. أوكيكي عثمان سانيه مع مصطفى التمريرة قطع من أحمد إبراهيم. بالوسط هادي صالح يلعب الكرة لمحمد علي عبود. محمد علي عبود لاعب اللي سبق مثل القوى الجوية ومثل الزوراء. تماس الآن لنفط ميسان. نفط ميسان يؤدي شوط أول تكتيكي جيد. ديمي داوودة يلعب الكرة قطع بها الوسط. محمود الأسود ينتظر رمضان صديق للطرف الأيمن أو محمدو. حاول قريبة خطيرة لإبعاد من الكسندر يولي. راجع الكرة علي لطيف تمريرة رائعة لعثمان سانيه لكن القطع الجيد من أبو حشيش. محمد أبو حشيش مع محمد علي عبود هدف على ديالة في مباراة ال4-1. كرة اللعب محمود الأسود تمريرة خطوات غير راية. محمدو قريب جدا حكم يشير الاستمرارية لا وجود للشيء. التمريرة هذا صاحب الهدف هذا ديمي داوودة التمريرة الرائعة مع علي لطيف. حكم المباراة يعطي الادفانتج حلو الحكم. أوكيكي التمريرة لعثمان سانيه. نفط ميسان يحاول أوكيكي السلامة لعلي لطيف.
سلامة اللاعب مهم. سلامة لعلي لطيف لاعب فريق نفط ميسان. هذا الهدف 574 في 265 مباراة بمعدل هدفين في كل مباراة. يبقى ميمي في صدارة الهدافين ب20 هدف، الثاني غوستافو هنريك اللي ترك المباراة. بعد ذلك مروان حسين وامجد عطوان ب 13 هدف، ثم سيف رشيد 12 على عباس 11، يوسف بن سودة 10. نظرة من طلال البلوشي مدرب القطري مدرب زاخو على المباراة. حسن نجم يلعب الكرة لعبد الله بالوسط، الانطلاق الآن، حاول محمود الأسود محمد علي عبود طريق بعد الكرة، هذه المرة من سواليو أوتارا، راجع لعلي كاظم، زاخو يحاول بالوسط، ماثيو ديبي داوودة صاحب الهدف الوحيد في اللقاء. سنلعب في الوقت بدل الظهر على عمر شوط المباراة الأول. مصطفى بعيد الكرة، سندر يولي 9 دقائق. سنلعب لغاية الدقيقة 54. يوما تتابع العراقية الرياضية في كل مكان. يبقى التقدم طبعا بهدف للسنغالي ديبي داوودة لنفط ميسان على حساب نادي زاخو. داوودة ديبي داوودة يحاول يمر قريب جدا، يعطي الادفانتج حكم الدولي يوسف سعيد. باتريك مارسيليني يلعب الكرة، حاول يعيدها، انطلاقة رمضان صديق خطيرة، ضاعت من البديل هادي صالح، ضاعت الكرة. شوف رمضان ضاعت على زاخو، هادي صالح فرصة ثمينة لزاخو. هذا البديل هادي صالح. كرة تلعب قريبة جدا وحرة مباشرة وخطأ لنفط ميسان. كرة اللعب مصطفى محمد جبر يلعب الكرة، أوكيكي محاولة، علي لطيف تمريرة، ساني عثمان خطيرة، وابعاد من دفاعات نادي زاخو. نفط ميسان يكون خطر دائما في هجمات المرتدة على مرمى نادي زاخو. محمود الأسود تمريرة بالخطأ تقطع من ديبي داوودة انطلاقة صاحب الهدف السنغالي لنفط ميسان يؤدي شوط ممتاز. هذا داوودة مر، ديبي داوودة لاعب سابق طبعا لنادي القاسم والكهرباء. أمامية الكرة
طالت هذه المرة على سواليو أوتارا. تماس الآن نادي زاخو. هنا البطاقة الصفراء، هاي البطاقة المجانية، بطاقة صفراء على لاعب نفط ميسان علي لطيف. لاحظ الكرة، هل هناك عودة للفار؟ لا عودة للفار باللقطة الماضية. علي لطيف وبطاقة زاخو. يا آدم عيدة محمد علي عبود، تحضير محمود الأسود، قطع. شوف الضغط من لاعبين نفط ميسان والاعتماد على الهجمات المرتدة. أوكيكي ماثيو، محمد سلام، عيد الكرة لعبد الله خلف، تمرير إلى الكسندر يولي في الوسط، راجعة سواليو أوتارا من إيفواري إلى إيفواري. الكسندر يولي إلى السنغالي هذه المرة، عبد الله أوكيكي ماثيو، علي لطيف يحصل على بطاقة صفراء، تلعب الكرة. نفط ميسان يحاول يغير الكرة إلى الطرف الأيسر، عبد الله قريب مع ماثيو، حاول التغيير إلى الجهة اليمنى، غير راية. محمد سلام يلعب الكرة. محمد سلام طبعا اللاعب اللي يمثل كهرباء النفط، نفط البصرة، أمانة بغداد. يحاول بالكرة مع علي لطيف، مصطفى محمد جبر إلى تماس لنادي نفط ميسان. داخلين على الدقيقة 51. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، يبقى التقدم لنفط ميسان بهدف عن طريق السنغالي ديمي داوودة. خرجت الكرة إلى ركلة مرمى لزاخو. أحمد إبراهيم، زاخو، تمريرة لرمضان صديق، طالت الكرة إلى التماس. محمدو نصر، تمريرة لرمضان، زاخو، لكن قطع جيد من عبد الله. راجع الكرة ناصر محمدو، عالية بعد من الدفاعات لنادي نفط ميسان، والخطأ اتكاء على الخصم. أحمد إبراهيم مع أوكيكي، طبعا نظرة على اللقاء وعلى الوقت والشوط الأول. نفط ميسان يقدم مباراة رائعة بالشوط الأول، هناك انضباط تكتيكي ونجح سين عبد الواحد مع المدرب نفط ميسان، تفوق على القطري طلال البلوشي لغايته، لكن ليس بعد. هناك شوط ثاني وقت متبقي، ممكن تكون العودة لزاخو، ممكن نفط ميسان يسجل، المباراة لن تنتهي. علي كاظم حارس مرمى نادي زاخو، أمامية الكرة مع محمود الأسود، تقطع الكرة في الوسط. علي لطيف، تمرير مع مصطفى، محمد سلام، الكسندر يوري. شوفوا مركزين دائما على ديمي داوود بالجهة اليسرى، خطيرة جدا. هذا صاحب الهدف، هذا ديمي داوود، يحاول يمرر، تمريرة لعبد الله خلف، محاولة تقد إلى الركنية. القطع كان من رمضان صديق.
نفط ميسان. ونقترب من نهاية شوط المباراة الأول. كرة اللعب، محاولة خطيرة كانت من أوكيكي أو عثمان سانيه. ماتيو، عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ابعاد من الدفاع. محمد علي عبود يلعب الكرة، وصافرة الحكم الدولي يوسف سعيد ينهي شوط المباراة الأول. الشوط الأول انتهى طبعا بتقدم فريق نفط ميسان على حساب نادي زاخو بهدف سجل عن طريق اللاعب الواضح بالصورة طبعا ديمي داوودة لفريق نفط ميسان. لنا عودة طبعا بعد فترة الاستراحة، إلى اللقاء. تلعب الكرة وجول. أيمن 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 الطرابلسي يسجل أول الأهداف بالدقيقة 77 من عمر المباراة بكرة رأسية جميلة. أيمن الطرابلسي يسجل هدف الشخص الثاني في شباك كربلاء بعد أن سجل في شباك الحدود. يحرز هدف التقدم برأسية جميلة بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي كربلاء، وبكل شكل ووضع مستريح يضع الكرة برأسية جميلة. شوف برأسية جميلة تمر على يسار الحارس عبد العزيز عمار ويسجل معها أول الأهداف. شوف الرأسية ترتطم بعلي وتعانق الشباك. لاحظ هدف أول، هدف التقدم الأول لمصلحة نادي ديالى عن طريق أيمن الصفاقسي، وهو هدف الشخص الثاني هذا الموسم. حمزة عدنان، عالية داخل منطقة الجزاء، جول. هدف لنوروز عن طريق راسكو. فريق الصادق يصدق على الهدف الأول. هدف أول لنوروز أتى بالعيدية لغاية الآن. راسكو فريق أتى بالعيدية. الله رأسية على يسار عبد السليم حماد. أول لنادي نوروز.
اليوم الجديد، وقحطان كثير 4 خسائر مع حسن كمال لاعب الدولي السابق المساعد. مسوفة هداف الفريق ب7 أهداف. كرة تنقل للأمام داخل منطقة الجزاء، خطيرة، مر 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 مر. الله الله، سجل الطلبة، جول للطلبة عن طريق معروفي. غيث معروفي سجل أول أهداف المباراة، وعودة الأنيق، عودة الأنيق ربما إلى زمن الأناقة، وبالتالي المدافع اللي تقدم من خلال الكرة الماضية فيها بالمرة الأولى سايمون مسوفة التنزاني. شوف تقدم بالكرة، تقدم ومر من الأول ومر من حارس المرمى، وبعد ذلك يأتي بشكل مستريح، ولكن المتابعة كانت ممتازة عن طريق غيث معروفي بيساره في وسط المرمى ليتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة. ولكن برافو، العمل كل العمل للاعب التنزاني سايمون مسوفة. تقدم من المدافع بالمرة الأولى، تقدم لؤي هو من سينفذ، اعتقد لؤي هو من سينفذ، او الوسلاتي سدد الكرة، جول التونسي بالمرة الأولى والتونسي بالمرة الثانية. الأولى غيث معروفي، والثانية حبيب الوسلاتي من ضربة حرة مباشرة. الله 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 على الطلبة، الله على أنيق العاصمة. البداية قوية بهدفين، يضرب بالمرة الأولى ويضرب بالمرة الثانية. اللاعب التونسي بالأولى والتونسي بالثانية غيث معروفي، وحبيب الوسلاتي لاعب خط الوسط من ضربة حرة مباشرة يسجل ويودع الكرة على يسار حارس المرمى. الكابتن صقر عجيل حاول مع الكرة ولكنها كانت مع المباراة. ولمن ستكون النقاط؟ بينما هنا كرار سعد، الكرة العرضية، إبعاد، خطيرة، الله، الهداف التنزاني سايمون مسوفة بقدم يسارية يودع الكرة داخل الشباك. جول ثالث للطلبة من خلال هذه المباراة في الدقيقة 50 أو 51 من عمر المباراة. سجل سايمون الهداف ليصل ل8 أهداف من خلال هذا الموسم. افرحي يا جماهير الطلبة بهذا التقدم، بهذه الثلاثية، والثلاثية تأتي من اللاعبين المحترفين. التونسي أولا، التونسي وثالثا يأتي التنزاني بكرة، وبالتالي المتابعة على الطاير. شوف الوقفة السليمة، شوف المتابعة السليمة، الله على متابعة الكرة، الله على هذا التمركز الممتاز من قبل اللاعب سايمون مسوفة بدون رقابة ليودع الكرة في سقف المرمى ليتقدم الطلبة ب3 أهداف. أمامية من سيف حاتم، أحمد السروري، علي حسن، مرور ممتاز، الكرة العرضية خطيرة والتسديدة، جول للحدود، جول للحدود أو حالة تسلل، اي نعم، حالة تسلل على داكوستا اللاعب السنغالي. داكوستا إذن يلغى الهدف. هذه الكرة هنا لغاية الآن الحالة سليمة، المرور ممتاز، بعد ذلك الكرة العرضية، وهذه تحتاج لزاوية أفضل والإعادة بشكل بطيء. هل كان متسللا لحظة تسديد الكرة اللاعب داكوستا أو كان في موقف سليم؟ خلاص هنا أعطى القرار أمجد كامل، أعطى القرار خلاص
لحكم المباراة. حكم المباراة ماذا يقول؟ بأن الكرة هدف. نعم، هدف لمصلحة الحدود. سجل داكوستا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 من عمر المباراة. سجل. شوف الإعادة، شوف الإعادة هنا التسديدة. نعم، الحالة سليمة. دينيس كان متراجع، وبالتالي عندما سدد الكرة مؤمل يلعب كرة طويلة، ويا سلام، كرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول! هدف أول، هدف أول عن طريق سيف رشيد هداف الفريق، بكرة جميلة يخطفها ويلعبها بذكاء ودهاء من فوق الحارس دولوفان، ويحرز التقدم لفريق القاسم بأول الأهداف بالدقيقة 4 من عمر المباراة، ويسجل الهدف الثاني عشر بعد أن سجل في شباك ديالا أربيل الحدود هدفين، نفط البصرة زاقو الزوراء هدفين، النجف الحدود مرة أخرى هدفين. يعود ليسجل اليوم في شباك أربيل أول أهداف المباراة بالدقيقة 4 من عمر اللقاء. سيف رشيد يسجل أول أهداف. شوف شوف شوف، تخلص من المدافع ولعبها بيمينه بذكاء، اجتازت الحارس ودخلت الشباك، وأحرز معاها هدف التقدم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام! هدف أول وتقدم أبيض للقاسم، 1 القاسم لا شيء أربيل. من محمد يا عصام، عدى يا عصام، ماشية من عصام، لا يا عصام، من عصام تعود مرة أخرى، هي بنقل محمد سامي، تتهيأ من علاء عباس الأبوتشي. جول على عباس، هذا هو علاء، هذا هو الأباتي، هنا الصقور. نعم، يسجلون أول أهداف المباراة. القوة الجوية عن طريق هذا الصقر الجوي علاء عباس. ها هم الصقور يعودون، ها هم يحلقون من جديد، قد يتعثرون. الكبير نعم ربما يسقط في جولة، لكنهم لا يعرفون الانكسار. القوة الجوية ينهضون، يردون ويؤكدون للجميع بأن البطل لا يهزم بروحه، وإن الطريق نعم إلى القمة لم يغلق بعد، والدور لا زال طويلا، والمنافسة مشتعلة، والمتصدر لن يبتعد كثيرا. بهذه اللحظات وهذه الدقائق المتبقية على نهاية أحداث الشوط الأول، ركنية للصقور، ملعوبة للكرة بالراس. جول ثاني. عودة القوة من جديد، عودة القوة وبقوة، عودة القوة وبقوة براسية، وهدف ثاني لنادي القوة الجوية. يعودون يحلقون بملعب الشعب الدولي، وهذه المرة عن طريق اللعب زيد تحسين. زين يا تحسين، زيد يا زيد، تحسين اسكنها الشباك هنا براسية، جاء من الخلف ليأخذ مكان المهاجمين زيد تحسين، ويسجل هدف روعة، وهدفه الثاني هذا الموسم بعد ما سجل في شباك الزوراء، الآن يسجل في شباك نفط البصرة. زيد تحسين يسجل الهدف الثاني بالمباراة لنادي القوة الجوية براسية جميلة بهدف رائع. اسماعيل هل يفعلها وتكون النتيجة مشابهة لمباراة الذهاب؟ هنا في مباراة الإياب اسماعيل يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. جول اسماعيل أورو يقلص نتيجة المباراة ويسجل هدف نفط البصرة من علامة الجزاء. هدف أول لنادي نفط البصرة، ونعم نفذها بذكاء. اسماعيل يسجل الهدف الأول لنفط البصرة لتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف، 2 للقوة الجوية 1 لنفط البصرة. وضعها بالزاوية اليسرى للحارس نعم محمد رحيم،
يسجل هدف. بيار ابو بكر جهه اليمين دائما هي مصدر الخطوره. هنا الكره العاليه، ابراهيم غازي يحاول يصوب وما زال باشق عبد الله والكره وهناك تصويبه. الله يا جلال، جول بالرغم من تألق جلال، الا ان بيتر غورغيس في هكذا مناسبات يظهر ويسجل الاهداف. جلال حسن الذي تألق في مرة أولى والثانية والثالثة، لكن بيتر غورغيس لم تنجح في اليسرى ونجح في اليمنى. اي بيتر اي غورغيس. شاهد ابراهيم غازي الذي حاول مع باشنج عبد الله، وباشنج قاتل على الكرة، وصلت الى غورغيس، سدد بيسراه وعاد وتصدى جلال، وفي اليمنى ينجح غورغيس بتسجيل الهدف الاول لمصلحة نادي دهوك الذي يفتتح التسجيل عن طريق بيتر غورغيس. وفرحة يونيك زاكري المتواجد اليوم في دكة البدلاء. مصدر الخطورة، مصدر الخطر. قوقية يحاول قوقية، تمرير لتوميو، توميو المزعج، توميو صوب، جول 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 جول. ذكرت كم يستطيع الصمود نادي دهوك امام هذا المد، امام هذا الضغط، والزوراء يعدل النتيجة. وهناك صخب كبير في مدرجات ملعب الزوراء، والرايات البيضاء ترتفع عاليا هناك في ملعب الزوراء. توميو النيجيري حاول الزوراء عن طريق كرار نبيل وتوميو وبقية الرفاق، وفي الأخير توميو. موسم 24-25 ملعب زاخو الدولي هو من يضيف هذا اللقاء. وأذكر لمن التحق بنا الآن الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الضيف طبعا نفط ميسان بهدف عن طريق السنغالي ديمي داوودا. بداية الشوط الثاني طبعا على يسار الشاشة نفط ميسان بالماروني، بينما بالأبيض ودخول اللاعب موسيس نادي زاخو. طلال البلوشي طبعا يبدأ الشوط الثاني. هنا الرأسية اللي ضاعت كانت عن طريق اللاعب هادي صالح. طلال البلوشي يجري تغيير بإخراج محمد علي عبود، ويشرك اللاعب البرازيلي موسيس. وعلى ذلك تشكيل زاخو يكون علي كاظم بحراسة المرمى، رمضان الصديق، باتريك بارسليني، أحمد إبراهيم، محمد أبو حشيش. هناك بالوسط النيجيري الياو آدم، ويتواجد هادي صالح، موسيس، محمود الأسود، أحمد ياسين، وناصر محمدو. هذه تشكيلة زاخو. بينما السيد حسين عبد الواحد مدرب نفط ميسان يلعب بنفس الأسماء اللي بدأ بها شوط المباراة الأول. حسن نجم بحراسة المرمى. هناك خط الدفاع من اليسار إلى اليمين، عبد الله خلف، سواليو، أوتارا، الكسندريولي، مصطفى محمد. بالوسط ماثيو، محمد سلام، عثمان سانيه، ديمي داوودا، علي لطيف. بالمقدمة أوكيكي أوفولابي. وضعية الفريقين زاخو طبعا ثالث الترتيب ب 52 نقطة خلف الشرطة المتصدر ب 56 نقطة، الزوراء ثانيا 55 نقطة، نفط ميسان. ومدرب الوضع بالصورة طبعا المدرب حسين عبد الواحد بالمركز الثامن وب 39 نقطة. الشوط الثاني كرة عالية، موسيس يلعب الكرة بالوسط، ماثيو من هناك لعبد الله خلف، عبد الله مع ديمي داوودا صاحب الهدف اللاعب السنغالي اللي وصل الى 6 اهداف بدورنا مع الهدف اللي يسجل اليوم على زاخو. بالوسط
ماثيو تلعب لمصطفى محمد جبر. نفط ميسان يقدم مباراة ممتازة هذا اليوم، راجع لسواليو أوتارا إلى محمد سلام على الجهة اليسرى. المحاولة من عبد الله خلف لجيمي داوودة، أوكيكي خطيرة والإبعاد من دفاعات نادي زاخو. إبعاد الكرة من الكسندر يولي. نفط ميسان حاول موسيس، انطلاقة من محمدو مع محمد ابو حشيش اللاعب الاردني. خذوهات حاول لنادي زاخو والتسديده لكن تصل الى الحارس حسن نجم. التسديده كانت من النيجيري الياو ادم. طلال البلوشي المدرب القطري مع زاخو في موسم ثاني يتكلم عن الاجواء طبعا في زاخو، ويقول الاجواء طبعا رائعه. هذا اوكيكي اللقطه الماضيه. انطلاقه الان، محاوله خطيره 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 لزاخو. احمد ياسين ضاعت. محمود الاسود لعب دور المدافع باللقطه الماضيه. لاحظ 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 هذه واصطدت بمحمود الاسود. منع هدف لزاخو. شوف ارتدت بمحمود الاسود. طبعا كرة هذه صالح الخطيرة امامية. الكرة احمد ياسين حاول بالكرة لزاخو، تقطع من اوتارا. سواليو اوتارا الى ديمي داوودة صاحب الهدف. تعدل الكرة، بداية قوية بالشوط الثاني. زاخو يريد ان يعدل مبكرا. تمرير الان عبد اللطيف قريب، علي كاظم ضع الكرة بهذه الطريقة. ابو حشيش، احمد ابراهيم في الوسط. موسس، الياو ادم. ابو حشيش مع محمدو، ناصر محمدو. عالية الكرة تصل الى ديمي داوودة. كرة مباشرة وخطأ وبطاقة، هذه المرة على رمضان صديق الظهير الايمن لنادي زاخو. طبعا مباراة رقم 14 لزاخو على ملعبه. في 13 مباراة فاز 10 مرات، تعادل مرتين مع نوروزي ومع جهوك، وخسارة وحيدة كانت من الكهرباء. انتصارات العشرة زاخو كانت بال1-0 على القرمة النجف الميناء، 2-0 على الكرك والشرطة، 2-1 على الطلبة والنفط، 3-1 على اربيل. عالية الكرة ضاعت. الايفواري مدافع سواليو اوتارا ما راضي حسين عبد الواحد على هذه الكرة. انتصارات زاخو على ملعبه 3-1 على اربيل، 5-0 على كربلاء، 6-2 على نادي القاسم. هذه محاولة كانت اوتارا. انطلاق الان محمدو، ناصر محمدو لزاخو. عالية ابعاد هذه المرة بالوسط. موسيس، هدف وحيد لهذا اللاعب البرازيلي كان على القرمة. راجع لي علي كاظم بالوسط. ياو التمريرة لرمضان صديق. الشوط الثاني عالية عادل الكسندر يولي، لمسة يد وخطأ على محمود الأسود اللاعب السوري، عنده هدفين على الكرخ والزورة.
الكهرباء الفريق الوحيد، هذا اللقطة الماضية، كهرباء الفريق الوحيد اللي فاز على زاخو على ملعبه في الموسم الماضي وفي هذا الموسم. لم يخسر زاخو على ملعبه إلا مرتين، الموسم الماضي كان أمام الكهرباء 0-2، وهذا الموسم أيضا أمام الكهرباء 0-1. وإذا ما استطاع نفط ميسان الحفاظ على الهدف والفوز سيكون الفريق الثاني اللي يفوز على زاخو في ملعب. عن زاخو دائما الملعب صعب، شوف الحضور الجماهيري، شوف الأجواء، لكن نفط ميسان يقدم مباراة كبيرة. ديمي داوودة، محمد سلام، قطع للكرة، انطلاقة من هناك، قطع من الكسندر يولي، باتريك مارسيلينو في صراع على الكرة مع ماثيو، قطع قريبة جدا. سواليا اوتارا تقطع، محمدو خطيرة بعيدة، ركلة ناصر محمدو، اللاعب اللي كان مع نفط ميسان وسجل على زاخو في مباراة 2-1، لاعب الواضح بالصورة. الآن اليوم هو مع زاخو، هل يسجل في مرمى نفط ميسان؟ يكون اللاعب الوحيد اللي يمثل الفريقين وسجل في مرمى الفريق. هذا عثمان سانيه، راجع الكرة لزاخو، حرة مباشرة وخطأ لأحمد ياسين. زين عبد الواحد تفوق لغاية الآن في أول مباراة كمدرب لنفط ميسان خلفا لعلي عبد الجبار. جولة 28 من دورينا، دوري ساخن، دوري مثير. في المقدمة الشرطة 56 نقطة، زوراء 55، زاخو 52 ثالثا، رابعا الطلبة بال44، خامسا القوى الجوية بال44. ولا تنسى هوك ترى عنده 6 مباريات موجهة، هو السابع الترتيب ب40 نقطة، لكن لديه 6 مباريات مؤجلة. الفرق اللي تعاني بالمراكز الأخيرة 17 نفط البصرة 23 نقطة، كربلاء 21، مركز 18 19 ديالى ب 19 نقطة، والحدود المركز الأخير ب 13. علي كاظم راجع الكرة إلى باتريك مارسيلينيو، محمد أبو حشيش لزاخو، تلعب الانطلاقة من محمدو، طالت الكرة وإلى التماس. كان معاه هادي صالح، طلال البلوشي أجرى تغييرين، أخرج بداعي الإصابة طبعا غوستافو هنريك دافع الفريق اللاعب البرازيلي، وأخرج محمد علي عبود في بداية الشوط الثاني. عثمان سانيه مع اوكيكي، قطع للكرة، موسيس، التماس الآن لزاخو، أبو حشيش، محمد أبو حشيش، كرة تلعب. كادر التدريبي طبعا نفط ميسان، تكلم عن حسين عبد الواحد كمدرب، يساعد الدكتور ضياء سالم، خالد عطيه مدرب الحراس، دكتور مصطفى جاسم كمدرب للياقه البدنيه، هناك نهاد غانم كمدير للفريق، والزميل الاعلامي نفسوني.
تقديرا طبعا للمكتب الاعلامي نادي نفط ميسان. الخطأ الآن اللقطة الماضية طالت الكرة إلى ركلة مرمى. نفط ميسان الموسم الماضي كان المركز العاشر ب47 نقطة. ورقة ثالثة لطلال بلوشي مدرب القطري لزاخو. يوسف الهالوسي سيشترك. ديمي داوودة صاحب الهدف، الانطلاقة من هناك خطيرة والإبعاد إلى الركنية. مارسيلينيو أبعد الكرة، ركنية لنفط ميسان. رمضان صديق يترك المباراة، لاعب اللي حصل على بطاقة. يشترك يوسف الهالوسي. هذا صاحب الهدف السنغالي. داوودة عالية وتصل لعلي كاظم. خطأ لنادي زاخو. حسين عبد الواحد بعد ساعة من اللعب يدير المباراة بشكل جيد. دقيقة 60. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، التقدم لنفط ميسان بهدف عن طريق السنغالي ديمي داوودة على حساب نادي زاخو. الكسندر يولي عاد للكرة. ماثيو قطع للكرة، حرة مباشرة وخطأ. سلامة لباتيو. خطأ لليمني ناصر محمدو. لزاخو في مكان أخطر من الركنية. القلق من حسين عبد الواحد من هذا الخطأ. نفط ميسان عنده مباراة مؤجلة مع دهوك. لاحظ مرور والإعاقة كانت من اللاعب ماثيو. حرة مباشرة. محمدو لزاخو. ناصر محمدو. كرة أخطر من الركنية لزاخو. كرة اللعب خطيرة، ابعاد من الدفاعات. علي لطيف حاول علي المرور الممتاز وهنا الخطأ. حرة مباشرة. فريق نادي نفط ميسان واحد من الأسماء المميزة في هذا الموسم بالنسبة لعلي لطيف، لاعب القادم من الصناعات الكهربائية. اسماء مرت على زاخ منذ التأسيس لهذا الفريق. تتكلم عن أبناء زاخو، تتحدث عن رضوان نازي، أمين يونس، ناجي عمر، عجيب هاشم. محاولة خطيرة. ومن أسماء خارج زاخو تحدث عن سليم خنجر، فوزي عبد السادة، الراحل أحمد نعم، إبراهيم بايش، أمير صباح، سعيد محسن، نور صبري، مصطفى كريم، سعد عطية، منعم فليح، رحيم صدام. من اليمين المحاولة والخطأ والبطاقة هذه المرة على ديمي داوودة. بطاقة صفراء على ديمي داوودة صاحب الهدف.
أن يخسر زاخو مباراتين متتالية. كرة اللعب حاول الآن خطيرة عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، ومحمدو بهذه الطريقة خسر من كربلاء. اعتقد في أول مباراة للمدرب الرائع عباس عطية، واليوم أول مباراة لحسين عبد الواحد. هل يخسر؟ يعني سؤال مطروح. تغييرين الآن. ماثيو يترك المباراة بفريق نفط ميسان. على سعد يشترك بديلا من علي لطيف. واشترك لاعب الخبرة أكرم رحيم في منطقة الوسط، وأشرك علاء اللاعب اللي عنده 6 أهداف. علاء سعد لاعب نفط ميسان سجل في ميسان، يعني في مباراة 1-1 علاء سعد هو من سجل، وأمجد عطوان. الغياب الأبرز لزاخو في هذا اللقاء، زاخو يفتقد لأمجد عطوان في منطقة الوسط، واللي كان سهل المهمة على زاخو مع ديبوتي المميز، لكن زاخو بمن حضر. عالية الكرة خطيرة بعد من مصطفى. محمد بوحشيش حاول صراع، حرة مباشرة وخطأ وبطاقة صفراء، هذه المرة على أوكيكي أفولابي. يبتسم أوكيكي هذه اللقطة. أوكيكي في هذه اللقطة مع باتريك مارسيلينيو اللاعب البرازيلي بطاقة صفراء. الدولي يوسف سعيد يدير المباراة بشكل جيد لغاية أول مباراة يديرها ليزا، ثاني مباراة لنفط ميسان. أدار مباراة نفط ميسان والشرطة في بغداد اللي انتهت ب3-3. جماهير زاخو تنتظر التعديل. فل الملعب، جماهير رائعة محبة. كرة اللعب محاولة الآن قريبة جدا ويحصلها حسن نجم. استمرار لهذا الحارس حسن نجم، أكثر من 12 موسم مع فريق نفط ميسان. طلال البلوشي انطلاقة الآن. مارسيلينيو مع اللاعب اليوم بالوسط، حاول أكرم مصطفى. الكسندر يولي إلى التماس، هذا أحمد ياسين. أكرم رحيم لاعب الخبرة. طبعا نفط ميسان قدم لنا هداف للدوري على الرغم من ظهوره طبعا في
13 قدم لنا وسام سعدون 23 هدف في موسم 2017. لياو آدم يلعب الكرة، محاولة، محمدو ترك الطرف الأيسر وانضم إلى الوسط. كرة اللعب، الآلوسي، أحمد إبراهيم عيد الكرة، حارس علي كاظم، أبو حشيش، محمد تمريرة، لكن القراءة الممتازة من الكسندر يولي لاعب الإيفواري إلى التماس تلعب أبو حشيش. القطع هذه المرة من أكرم. أوكيكي طالت الكرة إلى التماس. هذا اللاعب اللي اشترك في شوط المباراة الثاني، لاعب مواسم عديدة لأكرم رحيم مع نفط ميسان. أحمد إبراهيم مع البرازيلي باتريك مارسيلينيو. الآلوسي قريبة جدا، طالت على هادي صالح، تماس لنادي زاخو. يوسف الآلوسي يلعب الكرة، محمود طلاقة، حاول لزاخو بعد من الدفاعات. داوود صاحب الهدف الوحيد، صاحب الهدف الغالي، وهناك بطاقة، هناك بطاقة، هناك بطاقة على يوسف الآلوسي لاعب زاخو. اترك اللاعب يا يوسف، البطاقة. بطاقة صفراء على اللاعب اللي اشترك قبل دقائق من الآن، يوسف الآلوسي لاعب النفط بفترة من الفترات وأمانة بغداد. حرة مباشرة على صاحب الهدف الوحيد. من يرغب بهذه النتيجة؟ 1-0 لنفط ميسان. الشرطاوي يتمناها، الزورائي يتمناها، لكن نفط ميسان يقدم الخدمة لنفسه. إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة سيكون نفط ميسان طبعا سادس الترتيب ب42 نقطة، يرتقي مركزيا و3 نقاط من فريق صعب جدا على ملعبه، وفريق مرشح مع الكبار. مخرجنا رمضان خرج، والبطاقة ليوسف الآلوسي. نعم، حرة مباشرة، علي لطيف لنفط ميسان، عالية الكرة بعد من الدفاعات. داوودة خطيرة، ديمي داوودة لنفط ميسان، لكن تقطع من الدفاع والخطأ. حرة مباشرة وخطأ لنادي زاخو اللي يعاني في هذا اللقاء، وخسر في الجولة الماضية من كربلاء بهدف. بعض الأرقام من دورينا الشرطة، أقوى خط هجوم بدورينا ب50، نفط الأضعف هجوميا 15، نفط والشرطة أقوى خط دفاع بدورينا ب16، الأضعف الحدود 58
النفط الأكثر تعادلا ب 11 مرة، والحدود الأكثر خسارة ب 22 مرة، والشرطة أقل خسارة بخسارتين فقط. العلوس يلعب الكرة مع محمود الأسود، أحمد ياسين والتمرير، عالية الكرة بعد من الدفاعات، محمد أبو حشيش وإلى التماس. شوف عدم الرضا من طلال البلوشي هذا مصطفى لاعب اللي يمثل القوى الجوية، مثل الزوراء. انطلاق الآن موسيس والخطأ، حرة مباشرة البطاقة الحمراء. طرد سلامة لمحمدو، الطرد الآن. لاحظ الكسندر يولي في هذه اللقطة. هل هناك تدخل من الفار؟ يوسف سعيد محمدو الآن يتشيكون. اي نعم، وما عنده بطاقة. غرفة الفار عصام فاضل ومحمد لؤي صبحي. هل ترتقي إلى البطاقة الحمراء؟ خليج يوسف سعيد يتكلم مع غرفة الفار. ماذا سيقرر الفار؟ الكسندر يولي الإيفواري مدافع نفط ميسان. ننتظر. يوسف سعيد، هل تم التأكيد؟ طرد، بطاقة حمراء. على الوجود لمحمدو. سيعاني نفط ميسان بالدقائق القادمة. 15 دقيقة، هذا الوقت بدل ضائع. فرسان المملكة سيصمدون طبعا امام هجمات زافر. حفاظ على الهدف الغالي، حفاظ على 3 نقاط. طرد لإلكسندر يولي، عالية الكرة، محاولة بعد من الدفاعات مرة أخرى. محمود الأسود من هناك، خطيرة بعد من دفاعات نفط ميسان. كرة إلى التماس، سيندفع طبعا فريق زاخو. تماس الآن لالوسي، يوسف زاخو على الأقل طبعا يريد أن يعدي. كرة اللعب، محاولة محمود الأسود مع يوسف، عالية ابعاد من الدفاعات. محمدو ابعاد الكرة، موسس راجعة هذه المرة البرازيلي. موسس سيشرك مدافع، سيخرج لاعب مهاجم الوسط بالنسبة لحسين عبد الواحد مدرب نفط ميسان. سيشرك مدافع يعوض غياب وطرد الكسندر يولي.
اي نعم. عثمان سانيه يترك المباراة ويشترك حسين مطر. حسين مطر سيشترك. أخرج لاعب مهاجم أو لاعب وسط يريد خط الدفاع. شرك مدافع حسين مطر، مدرب حسين عبد الواحد، للحفاظ على النقاط الثلاث، على الهدف الغالي. الياو آدم زاخو، التمرير قطع هذه المرة ديمي داوودة، حاول مع أوكيكي، حرة مباشرة. لاحظ لاعب أكرم عند بطاقة الآلوسي. أكرم رحيم قريب، تترك الكرة. أوتارا مركزين نفط ميسان على الجهة اليسرى بتواجد عبد الله خلف وبتواجد السنغالي ديمي داوود. بدي ياسين تماس الآن، زاخو تحت الضغط، خسارة من كربلاء. وإذا ما انتهت المباراة بفوز نفط ميسان، يعني الحظوظ قد تتضاءل بإحراز الدرع. محمد أبو حشيش، أعتقد محمود الأسود سيترك المباراة. حميد حاجي يشترك. الياو آدم ترك المباراة. سيدات حاجي مع حميد حاجي. انطلاقة الآن، يعتمد نفط ميسان الهجمات المرتدة. حاول الآن هادي صالح يلعب الكرة. سيدات حاجي حاول الآن، خطيرة 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 للمرة الثانية. مهاجمي زاخو طبعا يقومون بأدوار دفاعية مع نفط ميسان. أحمد إبراهيم حاول بالكرة، تمريرة، تغطية من أوتارا. ديمي داوودة، أوكيكي، ضغط. هادي صالح، انطلاقة من اليمين وابعاد حسن نجم. صراع الآن والحرة المباشرة والخط. موسيس خذ لك بطاقة. هذا الحديث غير مبرر. بطاقة صفراء على موسيس لاعب البرازيلي. مرة الثانية تاخذها. بطاقة صفراء على البرازيلي موسيس في هذه اللقطة. شوف التدخل مع محمد سلام.
حسين عبد الواحد يدير المباراة بشكل جيد لغاية الآن. يعني نتشاهد نفط ميسان يعني يؤدي المباراة على الرغم من النقص العددي وطرد الإيفواري الكسندريو. مباريات الفريقين القادمة نفط ميسان سيضيف ديالا، بينما زاخو سيلاقي نوروز في ديربي شمالي. البرازيلي موسيس والبطاقة الصفر بال1-0 نفط ميسان أول مرة يفوز بال1-0. هو فاز بال3-0 بقرار اتحادي في موسم 21. الموسم الماضي كان 2-0 لنفط ميسان علاء الدين الدالي وجعفر ناصر. تمريرة موسيس، أحمد إبراهيم، زاخو يلعب الكرة، التمرير مع هادي صالح، موسيس تمريرة، أبو حشيش خطيرة الإبعاد اللي حسين مطر في أجواء رائعة، لا رياح ولا مطر. كرة اللعب من اليمين، تمرير الآن إلى الركنية، ضغط من زاخو، قطع من عبد الله خلف، الوقت يمر، طلال البلوشي تحت الضغط، الركنية الآن، حميد حاجي عالية، محاولة ابعاد من الدفاعات، تلعب عالية خطيرة، باتريك حاجي عالية، تعلق من حسن يمنع الكرة الماضية. ركنية الآن لزاخو عالية بعد من الدفاعات، حاولت المرور، خطيرة الآلوسي، ضاعت المتابعة، حاولها من هادي صالح، هادي زاخو تحضير، موسيس ينتظر أبو حشيش وإلى الركن، ضغط من زاخو، محمد أبو حشيش يترك الكرة لهادي صالح، على يمين الحارس حسن نجم، زاخو عالية عاد من الدفاعات، مارسيلينيو بيد الكرة، دفاعات نفط ميسان مطالبة، شوف وين علي كان، حرة مباشرة والطرد، اصفرت احمر، اي نعم، يوسف الآلوسي لاعب بديل اشترك بالشوط الثاني يطرد، طرد يوسف الآلوسي، اصفرت احمرت وبالتالي طرد. بعد طرد الكسندر يولي لاعب الايفواري لنفط ميسان، شوف عادها كاظم، وهنا الطرد، الضرب واضح، عادوا 10-10. مؤند حبيب قد يشترك،
سلام محمد سلام لاعب فريق نفط ميسان، لاعب اللي يمثل الكهرباء والنفط وأمانة بغداد. إذا ما فاز نفط ميسان سيصل إلى الانتصار 12. زاخو سيتلقى الخسارة السادسة على أعصاب المنصة الشرفية والجماهير. طرد ليوسف الالوسي. مهند حبيب هذا مدافع مع احمد زامل. واضحه النوايا من حسين عبد الله، يعني يريد ان عمليه قتل الوقت بالتغييرات وكذلك يعطي النشاط. داوودة ديمي داوودة أدى اللي عليه. اعتقد بطاقة صفراء لأكرم رحيم. ديمي داوودة يترك المباراة لأحمد زامل. بطاقة صفراء على أكرم رحيم لاعب فريق نفط ميسان. اعتقد هذا رجل المباراة صاحب الهدف الوحيد. أوكيكي أيضا ترك المباراة، أخرج خط المقدمة وأشرك مهند حبيب. باتريك مارسيلينيو. أحمد إبراهيم. الدقيقة الأخيرة يبقى التقدم لنفط ميسان بهدف لديمي داوودة. قطع للكرة. حاول الآن. طالت الكرة على محمد سلام، طالت الكرة على أحمد زامل. 6 دقائق راح يتجنن طلال المهندس. لاحظوا الكرة الماضية لا وجود لشيء. ست دقائق. عدم رضا من طلال البلوشي على الوقت بدل الضائع. حصل على بطاقة صفراء. حرة مباشرة لنفط ميسان. أمامية الكرة. أحمد زامل طالت الكرة. يبقى نفط ميسان فريق أصيا على زاخو. آخر فوز لزاخو على نفط ميسان كان في 2017 بهدف ليونس شكور، وبعد ذلك أما المباريات تعادل أو أفضلية لنفط ميسان. علي لطيف خاطئة. تمرير الآن إلى الجهة اليسرى، طالت إلى التمس. أحمد ياسين. زاخو لغاية الآن في خسارة جديدة بعد الخسارة من كربلاء. يتأخر الآن لغاية الآن. خطيرة الكرة بعد الدفاعات. قطع هذه المرة الانطلاق الآن. عبد الله خلف. عبد الله خلف يحاول. هذا ظهير ايسر. كرة مباشرة والخطأ. باتريك مارسيلينيو. محمد ابو حشيش الاردني. زاخو. تمرير. قطع من سواليو اوتارا. محاولة الآن. حاول حميد حاجي. بعد هذه المرة تمرير إلى علي لطيف. خطيرة خطيرة لنفط ميسان. علي لطيف
فقد توازنه وسقط. حافظ على الكرة علي لطيف، نفط ميسان حاول بهذه الكرة. باتريك مارسيلينيو تقطع من هادي. موسيس مدياسين محمدو ناصر، لكن التغطية الرائعة. أوتارا لأكرم، التمرير والانطلاقة لا شيء. خطيرة خطيرة خطيرة. البديل أحمد زامل أضاع الهدف الثاني، كان خلص المباراة، لكن تألق من علي كاظم. الركنية الآن لنفط ميسان. لاحظ التمريرة الرائعة كانت من علاء سعد إلى أحمد زامل، ضاعت الكرة. الركنية الآن، البطاقة هذه المرة اعتقد على اللاعب علاء تلعب. نفط ميسان عاد الكرة على اللاعب علاء سعد. وبطاقة أخرى كثرة يعني بطاقتين حمراء، ما أكثر من 12 بطاقة صفراء في هذا اللقاء. عالية الكرة، كانت بطاقة لمصطفى محمد. ابعاد من علي كاظم، دقيقة متبقية على النهاية. سيدات حاجي، كرة تصل للحارس حسن. آخر طبعا 45 ثانية على نهاية اللقاء. خسارة ثانية، خسارة جديدة لزاخو. الجولة الماضية من الكهرباء بهدف، وهذه الجولة من نفط ميسان، وأمام مدربين طبعا يقودون فرقهم لأول مرة. أتحدث عن المدرب عباس عطية مع كربلاء، والمدرب حسين عبد الواحد مع فريق نفط ميسان. موسيس ثواني على النهاية. نفط ميسان سيصل إلى النقطة 42. انتصار ثمين وغالي في سلسلة جيدة لنفط ميسان في آخر 3 مباريات. انتصار على نفط البصرة وعلى الكهرباء، وتعادل مع نوروز، وفوز على زاخو. صافرة الحكم الدولي يوسف سعيد يطلق صافرة نهاية اللقاء. فوز فرسان المملكة نفط ميسان على زاخو بهدف لديمي داوود. مبروك طبعا لنفط ميسان، هارد لك لزاخو. ألتقيكم بمباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.